غدا النهاردة محبب لقلوبنا كلنا، يعني محبب للكبير والصغير. هنعمل وجبة من وجبات الKFC أو من وجبات كنتاكي، كلنا بنحبها محدش بيختلف عليها ولا الكبير ولا الصغير. هنعمل الرز الريزو بكل سهولة وهقولك ازاي يطلع معاكي ناجح وتوابله مظبوطة 100%. هنعمل كمان مع بعض ستريبس وفراخ بروستد، وهقولك كمان الفراخ ازاي تسويها صح وتكون مستوية من جوه وهشة من بره واخدة طبقة قرمشة ولون حكاية. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، لو أول مرة تنوريني في القناة أهلا وسهلا بيكي، نورتيني، ما تنسيش الاشتراك، ومتابعيني الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. أول حاجة هبتدي أجهزها وهي التوابل بتاعتي، وكانت معلقة كبيرة من كل حاجة، يعني معلقة من الزنجبيل، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، ومعلقة من الشطة لو حباها سبايسي، توابل فراخ وبابريكا، معلقة كمان من السكر ومعلقة من الملح. هقلب كل التوابل بتاعتي دي مع بعض كويس، ودي كده التوابل بتاعت الفراخ وبتاعت الرز كمان. هبتدي اجهز الصوص بتاعي، وكان عبارة عن معلقتين كبار من الصويا صوص ومعلقتين كبار كمان من الدبس الرمان، وتقدري تبدليهم بعسل نحل او بعسل اسود، يعني المتاح عندك من التلاتة. هضيف كمان نص كوباية من الكاتشب، وهضيف عليهم معلقتين كبار من المسترد. هضيف كمان معلقتين من الخل الابيض، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. ده الصوص اللي هستخدمه في الرز وهستخدمه كمان في الفراخ. ده شكل الصوص بتاعي بعد ما خلصته، قريب قوي من صوص الباربيكيو. هضيفه كمان على الملح والتوابل كلها اللي كنت مقلباها من شوية، وهقلبهم كويس جدا. كده الصوص بتاعي جاهز خلاص. هبتدي بقى اجهز الفراخ بتاعة البروست. انا معايا اوريكا او دبابيس فراخ، تقدري كمان لو فرخة كاملة يكون وزنها من كيلو لكيلو 200، مش اكتر من كده. لو فرخة كاملة هقطعها ممكن على 8 قطع او 10 قطع، المهم ان تكون القطعة بتاعته مش كبيرة. هبتدي اعمل فتحات في الدبابيس كده من كل اتجاه، احاول اوصل حرف السكينة او سن السكينة لحد العضماية، يعني افتح الفتحة كده لحد ما احس ان سن السكينة وصل للعظمة اللي جوه. الافضل طبعا ان تكون القطع صغيرة، سواء دبابيس او لو هعمل فرخة كاملة. دي قطع بانيه كانت عندي، ابتديت اضيفها على الفراخ. كنت مقطعاها صوابع كده زي الستريبس. هي مش تخينة زي الستريبس، المفروض ان قطع الستريبس بتكون اتخن من كده، بس هو ده اللي كان متواجد عندي. هضيف بقى نص الخليط والنص التاني هشيله للرز. هقلب بقى كل الخليط ده كويس جدا مع الفراخ، يعني انا عايزة الخليط اللي عملناه او الصوص يوصل لكل حتة في الدبابيس، وقطع الستريبس كمان تتغلف بيه. هضيف بقى عليهم كوباية من اللبن وعصير ليمونة، وده بدل الرايب، يعني بدل اللبن الرايب. طبعا لو متاح عندك لبن رايب تقدري تضيفيه، لو متاح عندك كوباية من الزبادي كبيرة تقدري تضيفيها بدل اللبن. كل الخليط ده بقى المفروض ان هو يبات ليلة كاملة في التلاجة، او على الاقل 6 ساعات. الافضل طبعا ان هو يقعد ليلة كاملة في التلاجة. هبتدي بقى اجهز الرز بتاعي، وده نص الصوص المتبقي، ومعايا كمان بصلاية متوسطة انا مقطعاها رفيع.
ودول كوبايتين من الرز. في حلة على النار، وهضيف مكعب زبدة وعليهم شوية من الزيت، وهنزل بالبصل اللي مقطعه. هقلب البصل، انا مش عايزة البصل يتحمر، يعني انا عايزة البصل يدوب يدبل بس كده او يطرى شوية. هبتدي بقى اضيف عليه الصوص اللي انا كنت مجهزاه. هقلب البصل مع الصوص، وبعدين هبتدي اضيف الرز. هضيف كمان على الرز مكعب مرقة، والمية بتاعتي هظبطها مقدار المية المقدار العادي بتاع الرز العادي، يعني كل كوباية بتاخد حوالي كوباية ونص، على حسب الرزاية اللي انت مستخدماها. بعد ما هضيف الرز هدوق الملح بقى بتاعي، هظبط الملح بتاعي، وعلى نار عالية لحد ما تبتدي المية تقل، وههدي النار خالص عليه. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية صوص حلوين كده. كان عبارة عن مايونيز وكاتشب ومستردة، وقلبتهم كويس مع بعض بس كده. هبتدي بقى احمر الفراخ بتاعتي او اسوي الفراخ بتاعتي، وهحتاج طاسة غويطة او صينية غويطة او ممكن حلة كمان. المهم ان اي حاجة من دول يكون ليها غطا. هضيف فيها كمية زيت محترمة، وهاخدها على النار تكون نار متوسطة. دي الفراخ بتاعتي بعد ما قعدت ليلة كاملة في التتبيلة. ودي بولة وفيها مية ساقعة. هبتدي بقى اجهز خليط التغطية بتاعي، وكان عبارة عن كوبايتين دقيق ونص كوباية من النشا، وهضيف عليه كل التوابل اللي ضفتها على الفراخ، يعني نفس التوابل بالظبط اللي ضفتها على الفراخ هضيفها على خليط التغطية. وكان عبارة عن ملح وتوم باودر وبصل باودر وزنجبيل ومعلقة كركم كمان. وخلينا متفقين ان الكركم بيدي لون حلو لأي حاجة بتتحمر في الزيت، ومفيد جدا كمان. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس، وكده خليط التغطية بتاعي جاهز. هبتدي اخد الفراخ قطعة قطعة واغمسها في الدقيق. بين كل طبقة والتانية في الدقيق هبتدي اخبط الفراخ كده عشان تديني الشكل المجرنش من بره، وتكون مقرمشة لما اقليها في الزيت. بصوا بتديني الشكل ازاي المجرنش من بره. هبتدي بقى ارجعها في المية لمدة ثواني مش اكتر من كده، وارجعها تاني في الدقيق تتغلف كويس. وبكده اكون غطيت الفراخ كويس جدا. ما ننساش بس الكام خبطة دول بيدوا شكل الفراخ الشكل المجرنش من بره، وبتكون زي الجاهزة بالظبط. الزيت بتاعي على النار سخن، هضيف عليه معلقة من النشا، ودي هتخلي الزيت لونه ما يغيرش، وهتخلي كمان الفراخ لونها حلو ذهبي وحلو ومقرمشة كمان. هبتدي اضيف الفراخ بتاعتي، والافضل تكون الكمية قليلة من الفراخ. الزيت انا عايزاه سخن مش حامي قوي، يعني مش عايزة الفراخ لما اضيفها في الزيت او انزل بيها في الزيت تاخد لون اول ما انزل بيها.
اول دقيقة التسوية هتكون على نار متوسطة، وبعد كده ههدي النار خالص. وقت التسوية هياخد من 12 ل 15 دقيقة. هغطيها، ومن وقت للتاني هغرس سن السكينة فيها. ده الاستريبس بتاعي، وهبتدي اغلفه برضو بالدقيق وبالمية. هياخد الطبقات بتاعته زي الفراخ بالظبط، وهقليه بعد الفراخ. كده الرز بتاعي كان جاهز، وابتديت بقى اجهز الطبق عشان اقدمه. هو بيتقدم كده بالظبط: الرز الريزو، وعليه قطع الستريبس، وعليه كمان صوص او كاتشب، وممكن كمان صوص الباربيكيو، وممكن كمان من الصوص اللي احنا عملنا منه الرز وعملنا منه الفراخ. ممكن نضيف منه كمان على الرز بعد ما يستوي. هو بيتقدم كده في المطاعم. عايزة اقول لكم طعمه حلو جدا، واحسن كمان من اللي بنشتريه من المطاعم او اللي بناكله بره. الفراخ كمان مستوية جدا، وسواها مظبوط 100%. يعني ما كانتش بتشد معايا، ولا كان فيها مثلا دم من جوه ومش مستوية حلو. لا بصوا، لون اللحم ابيض خالص من جوه، ومن بره لونها ذهبي، وواخده طبقة كريسبي من بره، وطعمها حكاية. ممكن كمان تضيفوا من الصوص اللي عملته بالكاتشب والمايونيز والمسترد على الرز، وتبتدوا تاكلوا كده. طعمه كان حلو جدا. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها، وتقولولي بقى رأيكم في التعليقات ايه. واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة، واشوفكم على خير يا رب. ولو ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا فيها، وما تنسوش كمان اللايك الجميل. واشوفكم على خير. باي باي.